السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة عاملة لكم ريفيو عن شقق المصايف في مرسى مطروح. دي شقة اوضتين وصالة. الصالة فيها انتريه وسفرة وبالكراسي بتاعتها، بس الكراسي هم حاطينها في البلكونة وكده موزعينها. بعد ما وصلنا، يعني احنا وصلنا وحطينا الحاجة بتاعتنا. اوضتين وصالة، كل اوضة فيها سريرين بالدولاب بتاعها بالشفونيرة او ملايات وكوفرتات او حاجة كويسة يعني، مش وحشة. هي التشطيب بتاعها عادي، مش لوكس ولا سوبر لوكس زي ما احنا شايفين كده، بس فيها الحاجات الأساسية. زي ما احنا شايفين اهو. لو حابين تاخدوا شقة تانية بتشطيب احسن، الشارع كله فيه عمارات في كل الاسعار. حابين تاخدوها شقة مكيفة سوبر لوكس زي ما انتوا عايزين. مكانها فين؟ مكانها على الكورنيش في منطقة الليدو، عند مطعم KFC. بندخل الشارع لاخره. هو الشارع كله عمارات مصايف. بندخل الشارع لاخره بنلاقي العمارة دي اسمها عمارة الفيروز. الشقة الليلة فيها ب500 جنيه، وفي شقق اكبر الليلة فيها ب700 جنيه. دي اول شقة، احنا واخدين شقتين جنب بعض. هوريكم الشقة التانية عاملة ازاي. الشقة التانية اكبر شوية، يعني اسعار كويسة. لو حد حابب ياخد حاجة افضل من كده واحسن، حسب ما تحبوا. انا حبيت بس اديكم فكرة عن الاسعار، لو حد حابب يروح يقضي يومين حلوين في مطروح بتكلفة قليلة، دي شقة مناسبة والليلة فيها كويسة بصراحة. اوريكم الشقة التانية. الشقة التانية نفس النظام، اوضتين وصالة اهي. دي الصالة، دي دخلت الشقة. الصالة فيها سفرة وانتريه وتلفزيون. ونشوف المطبخ. المطبخ فيه غسالة اهي، والمطبخ فيه بوتاجاز وتلاجة، وفيه بلكونة فيها منشر، وفيه مواعين في المطبخ للي حابب يعمل اكل. الحمام. الأوضة هنا فيها 3 سراير، وفي أوضة تانية فيها سريرين. دي أكبر مساحتها أكبر من الشقة التانية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه، وأشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.